أهلا وسهلا بيكم في أكاديمية جسور المعرفة. النهاردة حابين نتكلم في موضوع برمجة الروبوت. الروبوتات النهاردة بقت جزء مهم من حياتنا، ما نقدرش نستغنى عنها، وبتزيد أهميتها يوم بعد يوم بزيادة حجم المهام والقدرات اللي بتقدر تأديها وتقوم بيها. الروبوتس بقت موجودة في المصانع، بتعمل مهام كتيرة جدا بصورة أسرع وأدق وأقل تكلفة من الإنسان. الروبوتس بقت مسؤولة عن خطوط إنتاج كاملة، تنقل معدات، تعمل لحامات، تجمع آلات. الروبوتس في المصانع مش بس علشان دقتها وسرعتها، لكن كمان علشان بعض المهام اللي بتقوم بيها بتمثل خطورة على الإنسان. الروبوتس بقت جزء من حياتنا اليومية في كل مكان. ممكن تلاقيها مسؤولة عن النظافة والتعقيم في بعض البيوت والمستشفيات، ممكن كمان تكون بتعمل لنا القهوة أو تكون سيارة ذاتية القيادة. الروبوت فيها شبه من الإنسان عنده عقل بيفكر بيه، وذاكرة بيخزن فيها البيانات، وحواس بتنقل ليه الإشارات من سمع وبصر ورؤية وغيرها. الإشارات دي بتترجم وتروح للمخ اللي بيدي أوامر للعضلات في إيدينا أو رجلينا بالحركة. العضلات في الروبوت هي المواتير اللي بتحرك الروبوت أو تخليه قادر على إنه يشيل معدات. العقل في الروبوت هو المايكرو بروسيسور المسؤول عن قراية الإشارات، والذاكرة هي الوحدة اللي متخزن عليها البرنامج اللي الروبوت بينفذه. الحساسات في الروبوت هي المسؤولة عن نقل الإشارات للبروسيسور، وبتكون حساسات تحديد مسافة أو لون أو زاوية أو اتجاه، وغيرها كتير من الحساسات اللي هنتعرف عليها في الكورس بتاعنا. وجاءت وقت المفاجأة والجزء الممتع. الجزء الممتع في كورسنا إنه مش كورس نظري، أكتر من 75% من الكورس هيكون عملي. هنقدر بنفسنا نبرمج الروبوت ونتحكم في حركته ونتعرف على بعض الأوامر المنطقية. كل ده بعد ما نسجل في موقع بيعمل لينا محاكاة للروبوت، وبيخلينا قادرين على برمجته ومشاهدة حركته. هنتعلم مع بعض البرمجة، وهنشوف نتائج البرنامج اللي احنا عملناها مع بعض على الموقع ده بعد ما نسجل عليه. تحياتي ليكم، أتمنى لكم كورس ممتع. السلام عليكم ورحمة الله.